اتعمل اللي نفسي فيه الحمد لله. سندوتشات الكفته مالها؟ عثرت على واحد جديد. مين يلا؟ فيلم ولا مسلسل؟ فيلم. كام كلمه؟ كلمه واحده. كتكوته. شيل اول حرفين. يلا بينا. كوته. انت اللي قلت مش انا. المكان اسمه كوتا، بيعمل كونسبت سندوتشات الكفته والحواوشي اللي احنا عارفينها مؤخرا، وده اول فرع ليه، مكانه في زايد في وسط الدهشور. كونسبت الفكره دي قايمه على العيش، فالعيش لازم يتخبز في نفس المكان، هوب من عجينه بتتكور بتتفرد كده في الدقيق، هوب على الطاوله، هوب بقى على الفرن عشان يطلع بالمنظر الجامد ده. المكان ده بيعمل 4 حاجات. اول حاجه الحواوشي، هوب اللحمه المفرومه بتتفرد في العيش البلدي كده، هوب بقى على الشوايه، قلب يا معلم يمين وشمال، ولع، هوب تستوي، تتقرمش من بره تستوي من جوه عشان يطلع المنظر المظبوط ده. سامعين؟ برمشه كتير، اكتر حاجه فيه مكيفاني ان هو مشطشط، فالحواوشي لما بيبقى مشطشط وكواليتي اللحمه حلوه والتوابل بتاعتها مظبوطه فلا جامد، بس القرمشه هي العالميه. غرق بقى كده طحينه في الحواوشي ويلا بينا بسم الله. كده بقى سندوتش حواوشي جامد الصراحه، الطحينه بتظبط اي حاجه، الطحينه عالميه. تاني حاجه بقى الكفته، هوب اللحمه المفرومه تتحط على السيخ، افرد افرد افرد، هوب بقى على الشوايه نسيبها براحتها هتستوي عشان تطلع مستويه مظبوطه. تتعمل سندوتشين، حط شويه جرجير مع الطحينه، الله على الجمال. سندوتش كفته بالجرجير الصراحه بالنسبه لي جامد قوي. كفته لحمه مظبوطه، التوابل بتاعتها مظبوطه، اللحمه طعم اللحمه باين قوي، يعني معظم الناس اللي بتعمل سندوتشات كفته دي توابل كتير وشقلب وقلب، هو تيك اواي فاهم، سندوتش ايه النقنقه هوب، مش محل مشاوي بقى وفاهم وبتعيش بقى واكل نص كفته ولا حاجه وتميكس، لا ده هو سندوتش كفته جرجير وطحينه ويلا بينا. لا طعم الكفته لوحدها، التوابل بتاعتها مظبوط، اللحمه باينه قوي، فكفته كفته يعني مع الجرجير والطحينه والعيش الفريش، لا ساندوتش الصراحه. غرق بقى طحينه عشان انا بحب الطحينه كتير. الطحينه بتظبط اي حاجه، ما بالك بقى لو طحينه حلوه، ساندوتش جامد ولا كلمه. ساندوتش كفته بالجرجير 100. تاني ساندوتش بقى كفته عليه بقدونس على بصل مع الطحينه في العيش الجامد ده، بيطلع بالجمال ده. هو حلو وجامد بس الجرجير اجمد بكتير. ساندوتش على الكفته عليه بقدونس بصل تمام، بس الجرجير في حته تانيه خالص صراحه. طحينه كتير، كفته مظبوطه، ساندوتش حلو قوي 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 قوي. الطحينه عالميه يعني، الطحينه لوحدها ولا كلمه. انا مبسوط انا مبسوط. نخش بقى على الاختراع اللي انا جاي عشانه مخصوص، كفته الفراخ. كل الناس اللي عملت الكونسبت ده عملت كفته وحواوشي بس محدش عمل كفته فراخ. الراجل ده بقى عمل كفته فراخ، حس بينا الصراحه، انا من تيم الفراخ، واللي عارفني عارف ان انا بحب الفراخ. هوب فراخ مفرومه متبله، هوب على السيخ، افرد الكلام ده كله، حط بقى على الشوايه تستوي كده زي الكفته، حط خيار مخلل، حط توميه، الله على الجمال. يلا بينا. انا كفته الفراخ دي معلومه ما باكلهاش غير في البيت، يعني عمري ما باكلها من بره عشان ما بشوفش حد بيعملها بره اصلا، بلس ان كفته البيت عالميه، التوابل بتبقى مظبوطه. تيجي نشوف بسم الله. ايه الجمال ده؟ لا 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 كفته فراخ، مش عايز اقول لكم بقى زي البيت واحلى من البيت والكلام ده كله، لا هي كوبي. يعني تحس ان انا لو مغمض عيني، لا امي عامله السندوتش ده عادي جدا. نفتح بقى التوميه ونغرق كده الكفته في التوميه. التوميه من كتر ما هي خفيفه قلب على زبادي، يعني هي مش حاجه فاهم تعمل حموضه، لا هي حاجه ترطب. لا الصراحه كتر توميه مع الكفته مع الخيار المخلل ولا كلمه. اكتر حاجتين عجبوني ان كل الانجريدينتس اللي بيستخدموها هم اللي عاملينها من A to Z، من اول العيش اللي بيتخبز حتى السلطه والتوميه والطحينه، ده حتى الخيار المخلل هم اللي بيخللوه. وتاني حاجه عجبتني ان كل البرودكتس اللي بيستخدموها من اول الصودا والميه والعصير كلها منتجات مصريه 100%. الاكله دي ناقصها حاجه واحده زي فاتتني، ويسكي حلال. دي ميه سلطه بس حرفيا دي ميه سلطه، يعني خيار مع طماطم مع الميه مع بقدونس في الوش، رج كل الكلام ده يا معلم، رج 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 ويلا بينا بسم الله. اوبا 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 جامده. بالمعلقه بقى كده. ميه سلطه تشرب، سلطه تتاكل عالميه. لا 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 حرفنه الصراحه. فالمكان ده فعلا يستاهل شير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك عشان تاكل سندوتش كفته وكفته فراخ وحواوشي جامدين. وهفضل اقول لك كل فيديو مش اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.